بالتفصيل. نتنياهو كان أرسل رسالة إلى أوباما في 6/11 سنة 2008 قال له فيها: أعتقد أنك توافقني على أننا يجب أن نبدأ السلام من أسفل إلى أعلى، وأنني سوف أعتمد استراتيجية اسمها السلام الاقتصادي. وقد عين سيلفان شالوم بالفعل مسؤولا عن هذا الملف. لذلك هو سيجرب أولا، يعني لن يذهب إلى التراجع إلا يعني خطوة خطوة للخلف تحت ضغوطات، ودون أن يكون للعرب موقف ببناء الجبهة العريضة الدولية التي أشرت إليها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحارب معاركنا ولن تكون وكيلا يعني نيابة عنا فيما يجب أن نقوم به. وبالتالي نتنياهو سيبدأ بالسلام الاقتصادي، سوف ينزل خطوة أخرى إلى ما يسمى الآن يشاع في إسرائيل بخيار 3 دول لشعبين، وهو تحدث عنه كيانين منفصلين يمكن أن يكرس غزة والضفة الغربية خلف الجدار. في مرحلة ثالثة إذا تعرض لضغوطات دولية، فإنه كما قال في الأيام القليلة الماضية وكما قال أبيجدور ليبرمان سنلتزم بخطة خريطة الطريق التي تقول بالتبادلية، ننتقل من مرحلة إلى مرحلة. في المرحلة الثانية بعد أن يستوفي الفلسطينيين الشروط التي لا يستطيعوا الاستيفاء بها في ظل هذا الانقسام، إذا حتى استوفوها فإننا نصل إلى ما يسمى بالدولة المؤقتة. والدولة المؤقتة حلني لما نحل المسألة دي. هناك خيار رابع يتحدث عنه وهو إدارة الصراع وليس حله، وبالتالي هو لديه خطط للنزول درجة 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 إلى آخره، لكنه لن يصل إلى مسألة التسليم بحل دولتين والعودة إلى ما وصل إليه أولمرت مع الجانب الفلسطيني في المفاوضات. هو يلعب بالوقت، ليس لدى اليمين مشروعا، لديه مناورة واسعة، لديه بندين على جدول أعماله: الأمن والاقتصاد لهم الأولوية. سوف يحاول يقنع المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي بأن الأمن في إسرائيل مرتبط بالأمن الإقليمي والأمن الدولي، وأن العدو المباشر لنا هو إيران والخيار النووي والتطرف الإسلامي في المنطقة. وبالتالي فإنه دون أن نلعب دورا فاعلا مع الإدارة الأمريكية، وأنا هفتح قوس هنا لأشير أنه الأيام القليلة الماضية جورج ميتشل عقد حلقة دراسية أكد فيها على أن المبادرة العربية ستكون أحد أسس التعامل في السياسة الخارجية الأمريكية. وأفتح قوس آخر لأقول أنه دون أن نتدخل كعرب في الدعاية لهذه المبادرة العربية، مركز تامي ستيملتس التابع لجامعة تل أبيب، مركز استطلاع من أهم مراكز الاستطلاع، 46% من الإسرائيليين وافقوا و46% عارضوا المبادرة العربية. واتضح لهذا المعهد أن كلما اطلع المواطن الإسرائيلي على هذه المبادرة كلما زادت يعني رغبته في التصويت لها. أنا هفتح قوس ثالث بقى وأقول إن في الدول العربية قد هددت بالفعل بسحب المبادرة العربية وإلغائها. أكمل بس النقطة دي. داني روتشيلد رئيس مجلس في إسرائيل اسمه مجلس السلام والأمن، يضم 1400 شخصية إسرائيلية هامة جدا، منهم 9 جنرالات كانوا يقودوا الأجهزة الأمنية السابقة. انضم ليهم 600 شخصية أخرى من رجال الأعمال والشخصيات النافذة، وقعوا على وثيقة من 2000 واحد من الشخصيات الاعتبارية المهمة تطالب الأحزاب بإدراج المبادرة العربية على جدول أعمالها. ماذا يحدث في خط موازي عربي؟ وهنا لا أعتقد أنها مصادفة. يخرج علينا مثلا أحد الرؤساء العرب ويقول أنها ماتت، هذه المبادرة ماتت، ويمكن أن أصدقه إذا لم يكن قد قام بحركة التفافية من وراء ظهر العرب ويقوم بمفاوضة إسرائيل في تركيا. الذي يقول أن المبادرة العربية ماتت عليه ألا يذهب من خلف العرب إلى مفاوضات ثنائية. يخرج علينا رئيس آخر في القمة الأخيرة يطالب بتعديلات فيها أو بإلغائها أو بسحبها إلى آخره، فيحرق ورقة لم تستخدم بعد. هذه مسألة في غاية الأهمية. طيب أسمع رأيك دكتور عماد في هذه المسألة، في هذا الموضوع الخاص بالتحرك العربي مع الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بملف السلام تحديدا. لا أنا بس عايز من غير يعني أي إسقاط لأي أفكار، أنا عايز أقول إنه الطرف الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يضغط على إسرائيل هو الولايات المتحدة الأمريكية. وعندنا تجربة تمت مرتين قبل كده. تمت بعد مؤتمر مدريد، كان في ضغط من بوش الأب لما كان رئيس سنة 92 في الانتخابات الإسرائيلية اللي كان فيها شامير في مواجهة رابين، حزب العمل في مواجهة الليكود، وتم إسقاط أو تم المساعدة على نجاح حزب العمل. أيضا كان في كلينتون مع نتنياهو نفسه سنة 99 ساند باراك في حزب العمل اللي فاز بهذه الانتخابات سنة 99. فالتأثير الأمريكي قوي.
على اسرائيل. اذا انت مع فكره ان الرهان على الاداره الامريكيه وقدرتها على طبعاً. تغيير المواقف لا، انا الاسرائيليه ما عنديش اوهام انه الولايات المتحده الامريكيه هتجيب حقوق العرب. يعني انا راجل دارس علاقات دوليه ودارس سياسه، افهم يعني ايه العلاقات الدوليه تقوم على المصالح، ده كلام لا يجوز اصلا. لكن هي الفكره ايه؟ ان الناس تطلع على التحولات اللي في الداخل الامريكي. عندك الدراسه اللي عملت هيصه كبيره جدا في اسرائيل بتاعه اللوبي الاسرائيلي والسياسه الخارجيه الامريكيه لستيفن والت وجون شايمر، بيتكلموا على انه تبني الولايات المتحده الامريكيه لجزء من الاهداف الاسرائيليه في المنطقه اضر بصوره الولايات المتحده الامريكيه، ولو نزعنا المكون الاسرائيلي من الاجنده السياسه الخارجيه الامريكيه في الشرق الاوسط لحدث تلاقي كبير مع العرب. ده اللي احنا بنقوله، لو الولايات المتحده الامريكيه تخلت عن تبني اسرائيل هنلتقي معها ونتفق معها في مساحه كبيره. هم بقوا يقولوا هذا الكلام. كتاب جيمي كارتر الاخير فلسطين سلام لا فصل عنصري، حضرتك شوف الفصل المخصص للقضيه الفلسطينيه فيه حاطط مواصفات بيطالب بها الرئيس الامريكي القادم للتعرف. اوباما جاي مش جاي لانه رئيس خير، اوباما جاي بيحمل هذه الاراء ويحمل هذه الافكار في وضع الولايات المتحده الامريكيه فيه في ورطه محتاجه لتحسين صورتها. فبالتالي هو في حاجه، يعني تركيا املت ارادتها على حلف الاطلنطي بانتخاب نائب لامين عام للحلف وتعيين جنرالات. ليه؟ لانه الوضع الولايات المتحده الامريكيه قابله للضغط عليها لتحسين صورتها. فانا عايز اقول بشكل براجماتي مصلحي عملي هناك مسائل. يعني انا لما بقول لو الدول العربيه توظف اوراقها، في قمه ال20 كان في العهد السعودي موجود، كان في لقاءات، وبتساهم انت في جزء من حل الازمه الماليه من خلال الاموال اللي هتضخ للمؤسسات دي يمارس دوره. عندنا احنا في مصر علاقه بكذا، نمارس دورنا في كذا، في المتوسطيه نمارس دورنا. فتقدر توظف في وقت لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم اللي ممكن يتحكم في قادة إسرائيل كمجرمي حرب. لكن حدثت تطورات وفي لجنة تقصي حقائق. أنا ما عنديش أوهام أنها تؤدي للمحاكمة، ولكن هناك تغير هناك تغير في اللهجة الدولية وفي البناء الإقليمي الدولي، البناء السياسي الدولي، في البيئة الإقليمية وفي البيئة الدولية. النهاردة لما في على إيران أنه ممكن تخصب باليورانيوم، يعني في كلام كوريا الشماليه لما تطلق صاروخ عبر بتاع يعمل قمر صناعي او كذا. طب يبقى احنا نعمل ايه في ده كله بقى؟ انا رايي، ما هو انا مش عايز اقول انه يا استاذ عبد اللطيف ان المساله تتحول ينبغي 1 2 3. انا عايز اقول نلعب السياسه ماذا يمكن كمصر في ملف العلاقات مع اسرائيل، وهو ملف مهم وتستطيع ان تلعب دور من خلال يعني، لان انا لما بتكلم على اعتذار ليبرمان مش مساله شخصيه على الاطلاق، المساله في الرمز، مسألة في إنه هذا الشخص تطاول على مصر وعلى قيادات مصر، فإنه يعتذر عن دوت، فده يبقى سابقة حتى لا، لأن في شخص عندك أكثر تطرفا بقى من ليبرمان اللي هو شتاينتس، ده كان تخصصه كرئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكنيسة، كان يوفال شتاينتس وزير المالية الحالي. ده عامل لوبي يراقب مصر يوميا. ده ما عندوش حاجة غير الهجوم على مصر. بس أنا لما أجي أخلي ليبرمان يطلع ويعتذر ليه؟ أستاذ سمير أشار لأكثر من شخصية، لكن ما هماش وزير خارجية. ده وزير خارجية، ده رمز تمثيل الدولة في الخارج، وهو المتعامل. فأنا عايزه بقى يجي ويعتذر عن أخطاء هو ارتكبها، عن تجاوزات ارتكبها. اعتذاره مش شخصي ولا شخصاني، اعتذاره ده قيمة في ذاته. نمرة 2 إن هم عارفين إن علاقتهم بإسرائيل قوية، هم احتفلوا ب 30 سنة معاهدة، إحنا ما احتفلناش، فهم حريصين على هذه العلاقة. يبقى نوظف هذه العلاقة بشكل قوي بالتنسيق. عندك مشاكل انا ما اعرفش تتحل ازاي، اللي هي الخلافات العربيه ولعب بعض الانظمه العربيه، دي كارثه. عندك حركه حماس واللي بتعمله مع ايران وحزب الله، دي كارثتين.